جماعة أقسم بالله أنا اتمرمطت واتمسح بيا الأرض. وده تاني فيديو اليومي بعد ما قعدت من الشغل، وفيديو النهاردة مقسوم على يومين. وأنا ليه بقول إن أنا اتمرمطت؟ ده مش مرمطة من البيت خالص، ولكن عشان اكتشفت إن كل اللي بعمله دلوقتي كنت بعمله هو بالإضافة للشغل برا البيت وأنا شغالة. وحاسة إني عايزة أحط نقط كده تبقى ديت مهمة جدا إن أنا أخلصها مع نفسي الفترة دي. أهمهم إن أنا واخدة تحدي ليا إني أكون أهدى الفترة دي، لأنه الفترة اللي فاتت كنت دايما عصبية جدا ولا زلت، بس بحاول أكون أهدى. وده أهم تشالنج ليا الفترة دي. أول يوم أنا صحيت حضرت لانش بوكس ابني ونزلته وطلعت غيرت ونزلت أنا كمان. كان عندي مشوار فيه مصلحة حكومية، حرفيا اليوم اتبلع. روحت الساعة 5 بعد مرمطة وتدوير على مدام عفاف اللي دايما محدش بيلاقيها. روحت عملت كده وشكرا كده على اليوم الأولاني. أتمنى تكونوا ركزتوا في الفيديو اللي أنا كنت مصورة في وسط البلد. أنا من عشاق وسط البلد، وده أكتر حاجة هون عليا مشوار امبارح. تاني يوم بقى واللي هو النهاردة أنا عملت نفس الحاجات الصبح. وصحيت نمت وصحيت لحد الساعة 11. واكتر حاجة مضايقاني اني بحس بالذنب لما باجي انام، بالرغم من انه ده اصلا كان هدف ليا ان انا عاوزة اقعد عشان انام. بس بحس زي ما يكون في نداهة بتندهني: هو انت ازاي هترتاحي؟ هو انت هتنامي فعلا؟ طب ما تقومي تعملي كذا او تخلصي كذا او انزلي في مشاوير وراكي او بحس بتأنيب ضمير كده اللي هو انت ليه مش سايباني انام براحتي. ولكن حاسة انه ان شاء الله مع الوقت ممكن الوضع ده يتغير. خلصت الريسبشن زي ما شفتوا، والمطبخ كان محتاج ترويق. اهم حاجة ان انا فضيت الغسالة وعبيتها تاني وشغلتها، وديت بتلم قلب المطبخ بنسبة كبيرة جدا. ربنا يديمها علينا نعمة، ويا رب ان شاء الله تكمل الغسلة وما تتقمصش. بحسها بتيجي في النص كده تقولي: هو انتي بتعتمدي عليا؟ طب اهو. انا النهارده قلت هحط وقت معين لكل حاجة في الشقة. يعني المطبخ بره الريسبشن كان اخد مني حوالي 10 دقايق، المطبخ اخد مني حوالي ساعة. قلت برضو بقية الشقة هحط لها كذا كذا، ولكن انا خلصت في الاخر برضو الساعة 5. ولكن حسيت ان انا انجزت، يعني عملت حاجات اكتر من المرة اللي فاتت برضو. ومن اكتر الحاجات اللي فعلا موتراني وضغطاني نفسيا جدا اليومين دول هو مسلسل كارثة طبيعية. يعني مع كامل احترامي وتقديري لفريق العمل كله وللفنان محمد سلام والظروف اللي عاشها وكل الحاجات دي، بس وجهة نظري انه المسلسل بدل ما بيخرجنا من ضغوطاتنا هو مزود حمل علينا. فلا، مش حابة ان انا اكمل لحد ما يبقى فيه كوميديا مش سوداء. يعني ما تعيشنيش ضغوطات معاك، لان انا عايشة ضغوطات اصلا. وبالنسبة لواحدة مخلفة من كام سنة عندها تروما اصلا من المطبخ. انا مش عارفة ايه اللي خلاه يوصل للمرحلة دي، بس هو وقع شوية نشا، فقلت لا ده انا اجيبه من اوله لاخره بقى. برغم ان انا كنت عاملة يعني الجزء ده كويس من حاجة بسيطة، مش يعني مش بقالي كتير، ممكن اقل من 3 4 ايام. واكتر حاجة بحبها وبتهون عليا فعلا الرغاوي. انا بستخدم حاليا صابون وفير، ده خطير. يعني انا جربت انواع كتير قوي الفترة اللي فاتت لدرجة ان انا كنت بعمل صابون في البيت، بس فعلا النوع ده تحفة جدا بنقطتين. وكمان كنت عرفت هيك ان انا احط سكر على الصابون بيرغي اكتر. فانا حاليا ممكن احط صابون وممكن احط سكر، وممكن كمان بحط معلقة خل. ديت بتعقم الحاجة. انا سمعت ان هي بتبقى كويسة جدا، بتمنع ان الصابون يلزق يعني في الليفة. فانا بستخدمها كتير، بتبقى حلوة قوي. بس كده انا خلصت كده المطبخ وبقت كل حاجة في مكانها وزي الفل. والأوضة دي انا قلت هديها نص ساعة، ولكن انا عملت شوية حاجات جنبها كده اللي هي الرفايع ديت. انا لقيتني خلصت الأوضة بقية الشقة الساعة 5 المغرب. الأوضة ديت ما فيهاش عفش، يعتبر هو سرير بس وشاشة. فأنا مهما كان بحس مهما كانت الأوضة حالتها يرثى ليها، ببقى عارفة إنه حاجة بسيطة قوي وهنخلص. الألعاب بترجع مكانها وبنغير الملاية. وهنا بقول لكم إن ده أسوأ طعم انتوا ممكن تشتروه من الماركة دي، وحش قوي قوي قوي، فما انصحش حد يجيبه. رجعنا كل حاجة سريعا زي ما انتوا شايفين مكانها، وغيرت الملاية وكده خلاص الأوضة بقت زي الفل الحمد لله. بنات كتير بعتالي بتقولي خلي محتواكي شغلك. وكتير قالوا لي صوتك إعلامي وكذا، بس هو الشغل على السوشيال ميديا ما بيديش فلوس. أعتقد ديت في محتويات تانية غير المحتوى اللي أنا بعمله. أنا دوت حاجة بعملها عشان بتسليني وأنا بحبها وبحب إن أنا أشارككم يومي. بس دوت لا يعتبر عمل يعني.
أنا كنت صاحية مش جعانة أو كنت مستخسرة إن أنا أضيّع الوقت في الأكل، فعملت ساندوتش حلاوة وخيارة. هتقولي هو ده الأكل الصحّي؟ أقول لكم إن أنا من امبارح ونزولي عكيت الدنيا أوي في الأكل، فهنقضّي الدنيا بأي حاجة لحد ميعاد الغدا. شِلت الهدوم بتاعة الشغل وقُلت سيكا روقان، كوباية شاي بالتفاح، وأنا من عشاق الشاي اللي بالأطعمة. وقُلت أخرج أعمل الhair routine بتاعي عشان يومي يبقى كده خلص، هاعمل غدا سريعًا واليوم يبقى تمام كده. وأنا صراحة باستخدم المنتجين دول بقى لي تقريبًا شهر، هُم حلوين بيقللوا التساقط. هل بيتم الإنبات الجديد؟ لحد دلوقتي لأ، بس المفروض إن أنا أستخدمه 3 شهور، فهاكمّل وأرجع لكم. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والfollow وباي باي.